بداية الستينات اشتغلت في الثروة معلما لمدة 2 سنين. كانت هناك مدرسة ابتدائية واحدة في الثروة، وفي ذلك الوقت ارتبطت أسرتي بهذه المنطقة، فكان شقيقي كان قاضيا في قرصة، والأسرة كلها عاشت هنا، وارتبطت أسرتنا بهذه المنطقة، وامتد ذلك إلى عدد من أعضاء الأسرة أصبحوا يقيمون بشكل مستمر ويعملون في هذه المنطقة. صلتنا إذا تمتد لنصف قرن تقريبا من منطقة قرصة في سرقبة. برنامج لإنقاذ المنطقة باعتبارها فعلا تعرضت للتهميش خلال دولتي أو حكومتي الاستقلال الأولى والثانية، تعرضت للتهميش ربما لأسباب كثيرة تاريخية. الثورة جاءت انتصارا لهذه المنطقة وللهامش التونسي عموما، للمناطق المهمشة. الثورة انطلقت من الهامش ونقلت الهامش إلى المركز، والمنتظر والذي نخطط له أن الثورة تحقق أهداف الهامش التونسي دون أن تهمش المناطق التي نالت حظوظا أوفر. لا نريد أن نتأخر بالمناطق التي نالت حظا أكثر، وإنما نريد أن نتقدم بالمناطق التي همشت وتأخرت.